في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن ان ازاي الانجن فلاش ممكن يضر موتور عربيتك اكتر مما يفيده، وفي الفيديو ده هقول لك ازاي الفلاش ده ممكن يتعمل غلط. انا طارق صلاح وده الجراج. 4 حاجات ما تعملهاش: انك تفضل مشغل الموتور فتره اطول من الفتره المحدده على العبوه اللي انت حطيتها. عايز رايي؟ 5 دقايق وبطل العربيه وغير الزيت. تاني حاجه انك تسوق العربيه والفلاش جوه الموتور، ده تدمير حرفي للموتور بتاع عربيتك وترمبه الزيت. تالت حاجه انك تعمل فلاش على موتور قديم اصلا ومليان رواسب ومش متعود عليه، فالرواسب دي ممكن تتفكك وتسد دوره الزيت فجاه، تبقى انت مش معود عربيتك على المصاريف، وهي اول ما تشم ريحه الفلاش تفتح بقها وترجع تندم وتقول يا ريت اللي جرى مكان. رابع حاجه ان انت تستخدم فلاش رخيص او مش مضمون، يكون فيه مواد مذيبات قويه تاكل الجلود والجوانات وبعدها يبدا رشح الزيت بتاع الموتور. طب امتى بقى فعلا تعمل الفلاش؟ لو كنت بتستخدم زيت تعبان وعايز تغيره وفي رايش زياده جوه الموتور، او لو كنت جايب عربيه مستعمله ولسه مش ضامن حالتها وعايز تشوف الموضوع فيه ايه، لكن لازم تعمله بحذر وعند حد متخصص. ونصيحه مني، ما دام الزيت تمام وبينزل مش ناقص وبتغيره في ميعاده، بلاش مصاريف زياده، احنا مش ناقصين.